انا اتعجب هسه انه هذا الولد ابو عراق يعني عمره خميس وجمعه ويحكي على هرم كبير مثل سمية صبيح. هاي كارثه. حلوه عمره خميس وجمعه. اي طبعا والله انت البارحه صرت يا والله بديت تكتب الشعر. متاثر بالشاعر سمية صبيح الله يرحمه. الله يرحمه. وبداياتي 2014 سمية صبيح منبر الحشد وصلنا كان ايضا لك صوره لك مع الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا مدرسه وتعلمنا منه، كنا نضرب بالوزن بداياتنا وغيره وتاقلمنا. انا اتعجب هسه انه هذا الولد ابو عراق يعني عمره خميس وجمعه ويحكي على هرم كبير مثل سمية صبيح. هاي كارثه. حلوه عمره خميس وجمعه. اي طبعا والله انت البارحه صرت يا ابو عراق وتحكي على انور ابو ويحكي على سمية صبيح. كل شيء تلقى. هذا سمية صبيح يعني كل شيء تلقى. جبل تاريخ الشعب تاثروا به شعراء خارج البلد داخل البلد، مدرسه اتباع وشيوع تاثروا به خارج البلد. وجب شيء جديد. انا نصيحه له انه انا راضي احكي عليه، بس لا تحكي على سمية صبيح. هذا سمية صبيح ابو علي. بما انه انت هلقد متعلق وعندك شغف وحب للشاعر رحمه الله عليه، نعم نسمع حافظ له شيء؟ حافظ طبعا حافظ. يقول انت خليك بمكاني. الله. انت خليك بمكاني وقل لي بالحل اللي يريح. الله. بي صوتي هز له دنيا وما قدر باسمك يصيح. طحت ما اخذت النصيحه وهي مو كل طيحه طيحه. الله. طحت ما اخذت النصيحه وهي مو كل طيحه طيحه. فرق من الطيح صخره والجبل كله يطيح. الله. انت خليك بمكاني وقل لي بالحل اللي يريح. بي صوتي هز له دنيا وما قدر باسمك يصيح. ولذلك انت خليت روحك بمكانه وتقول انه ممكن تحكي علي. هذا ابو علي معدل. بس لا تحكي على ابو علي. اي والله احكي علي لا تحكي على ابو علي. سمية صبيح الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه.